طبعا حبايبي شكلنا البردات، بس نسينا نشتري الماسكات مالتها اللي تتعلق بالحايط، لان هاي الماسكات القماشية بيها تجي موديلها هيجي، فدا نشوف لنا بعد هذني اللي يتعلقن بالحايط على مود اعدلها زين للبردة. بس مبدئيا شديتها من ورا يعني على مود تقعد عدل، وهذا موديلها هيجي صار لحد ما نجيب الماسكات. طبعا هذا التول اللي اختاريته بنقشة قلت احلى من السادة، بس نقشتها تكون خفيفة ومطعمة بالذهبي، ما اخذتها كلها رصاصي على مود شوي نوعية التخوم اللي راح يجي هم مطعم بالذهبي. وهذا الاطار اللي فوق هذا زوجي سواه، جابه من البوكو وسواها، بس اذا تلاحظون اكو مال اللاصق يعني الصمغ اللي سواه هذا هو ابيض طبعا، بس انه لازم اكو اجيب صبغ وقلت بالفرشة اكحلها على مود يروح هذا الداده. تلاحظون تشوفون شلون، لان هي تجي عدلة ما تجي هيك مقوسة ما بيها اقواس، بس احنا بالشسوار موعناها على الحار وحاولنا انه نخليها مثل القوس الصغير ولزقناها. بس صارت حلوة يعني مبدئيا حلوة كلش حلوة، قعدت مرتبة احلى من ما تكون ما بيها هذا الاطار. هي هم حلوة بدون اطار بس هيجي ارتب احسها، هيجي كلش حلوة صارت. وهاي ثانية همات، هاي اخذتها يعني بس صفحة واحدة لانه حسيتها تصير كلش هوسة اذا خليتها صفحتين. اذا دا تشوفون يعني هو ابو البردات نصحني انه كلها اسويها من الطول للطول بردة واحدة، بس انا ما قبلت، انه قلت ما حلوة احصر نشاز من الطول للطول، هيجي احلى هاي وحد وهاي همات وحد. واخذتها على الجهة اليمنى على مود تكون ارتب، وهم سوينا لها اطار وهيك سوالف على مود تقعد مثل اختها حلوة. بس بقى لازم نشتري صبغ ابيض ونكحل هذا الصمغ، مع العلم هو الصمغ هم كان لونه ابيض بس ما اعرف ليش هيك صار مبين، يعني انه واضح من واحد يشوفه بالكاميرا مبين اكثر بس بالعين شوية ارحم. وهاي الصالة طبعا ما شوفت لكم اياها اني، هي كلش كبيرة اكبر من هذيك كلش. هذا المعرض هم بدلته مال التلفزيون، اذا تتذكرون هذاك كانت ما بي هاي الطويلة فبدلناها همات. وبقى عندنا بس الطبلات طبعا ذني همات راح ابدلهن ويا التخم، يعني راح نجيب سيت كامل تجي هي والطبلات. واخذتها مدورة على مود الحافات لان هاي كلش ضوجتني من ورا ميار. تدرون انها استوى بدت يعني توقف، وكل ساعة ملطوخة بالحافات مالتها، قمت ما اطب للصالة من وراها. حتى التلفزيون وديت واحد هناك بالمطبخ يمي قلت احسن. هذا القنفة طبعا هي مال الشقة يعني مو مالتنا، انه بس نجيب ذني كنا راح ياخذوهن، بس انا خليت كوشات شوي ديكور على مود رمضان تعرفون. وهذا الميز همات هم مو مالتنا. هنا راح يكون الميز مال الطعام. طبعا هي صالة كبيرة بس ما ادري ليش مبينة بالفيديو الصغيرة. هاي الصالة هنا همات راح اجيب ثريا لخ بس راح تكون طولانية يعني مو مدورة على مود ويا الميز. هنا راح يكون. وهذا الحوض مال السمك. طبعا انا شارة الهدوم ملابس ورا الباب لانه ما عندي بالكون، فخليتهم بالصالة انه حد ما ينشفن. وهاي اللوحة علقتها هنا همات. بقى عندنا بس الميز مال الطعام والكراسي والقنفات والطبلات ان شاء الله.
السجادة راح اعوفها نفسها، لان اني ما صار هواي من اخذتها، تقريبا شهرين هيجي من اشتريتها، فما صار لها هواية. وهي راهمة همات. التخم احنا اخذناه رصاصي واسود ومطعم بالذهبي. وهاي الثريا اللي جبتها اخذتها للقعدة، طبعا مدورة دائرية وتجي لونها ذهبي واسود. هذا موديلها هيك يكون. طبعا هاي مو بلاستيك، اكو يجن منها بلاستيك واكو يجن قزاز، بس هاي قزاز اللي اخذتها. كلش حلوة موديلها. واكو يجن يعني ذهبي بس او فضي، بس انا اخذت هاي شوية عمود ترهم ويا التخم والبردات، وشوية نبيها ذهبي همات. يعني ما اريد كليته يصير بس اسود ورصاصي، لا حاولت ادخل اللون الذهبي همات. حتى الكوشات مال التخم هم طلبتها بها ذهبي. وان شاء الله الله ييسر واشوف لكم اياه من يوصل. بس مبدئيا هاي شوفت لكم اياها للبردات اول ما وصلن. يعني بصراحة هي الخياط مبدع، يعني صدق صدق مبدع، يعني بكل شي مفكر بأبسط التفاصيل. حتى هذا الأسود مسوي أطول من الرصاصي بشوية، على مود السحبة من تنسحب البردة تكون نفس القياس من جوا، فهو مطولة. يعني أبسط شي هاي مفكر بيها، وشغله كلش نظيف. حتى جني مكويات، يعني لا كويتن ولا أبد. طبعا الخياط هذا بلابزك. اذا حابين احط لكم العنوان هسه مالته ورقمه، اذا حابين تستفسرون من عنده، وان شاء الله يسهل وياكم بالاسعار. طبعا معاملته كلش زينه وشغله كلش نظيف. يلا حبايب، هسه خلي نروح نسوي الفطور ونرجع.